يا بنات، هنبدأ النهارده نعمل فيديو جديد ان شاء الله. هنعمل بسكوت اليانسون. تابعوا الطريقه معايا بالظبط عشان يطلع مظبوط. دلوقتي احنا هنحط 3 بيضات. دلوقتي انا حطيت في الخلاط 3 بيضات، هنزل عليهم بشعرة فانيليا، هنزل عليهم بكوبايه سكر. خليكم معايا. احنا يا بنات حطينا 3 بيضات، شويه فانيليا، كوبايه سكر، هنزل بكوبايه زيت. تمام، وهضرب ده في الخلاط كويس جدا الخليط ده. ننزل في الطبق يا بنات بكوبايتين ونص من الدقيق. كده انا حطيت كوبايه، هنزل بالكوبايه التانية. البسكوت ده جميل جدا يا بنات، ينفع في الفطار، ينفع في عشاء مع شاي مع نسكافيه، طعمه جميل جدا. هنزل بعد كده بنص كوبايه تانية. بعد كده هنزل بكيس بيكنج باودر. هنزل بالخليط. ثاني قبل الخليط يا بنات هنزل ب3 معالق اللي انا حمصتهم ينسون. لازم تحمصي اليانسون عشان يطلع ريحته حلوه ويدي ريحه قويه في البسكوت. هنزل بعد كده بالخليط اللي انا ضربته، وهقلب كل الخليط ده مع بعضه. تمام، خطوه خطوه احنا مع بعض اهو. الخليط هيبقى تخين، يعني اتخن من الكيكه، يعني انا حتى لما تيجي احطه في الصينيه هوريهولكم ان انا بفرده بايديا. يا بنات بجيب صينيه، يستحسن انها تكون صينيه مربعه عشان لما نيجي نقطع البسكوت يبقى التقطيع بتاعه سهل. هتدهني الجوانب بتاعتها زيت، وهتدهني قعرها زيت كويس جدا عشان العجين ما يلزقش لما نيجي نقلبه فيها. تدهن كويس جدا كده زيت. وبعد كده هننزل بالعجينه نفسها. زي ما انا قلت لكم كده، انا عوزت ايدي زيت زي ما انتم شايفين. وبعد كده بتفردي العجينه بالراحه كده عشان تبقى كلها مقاس واحد في الصينيه. لازم تحطي بايدك زيت عشان العجينه تخينه فتعرفي تفرديها بالراحه. هندخلها الفرن لغايه ما تستوي وهوريها لك هنعمل فيها ايه. دهنتها زيت عشان ما يلزقش فيها. بعد كده هو دوت استوى خلاص، طلعته. بص بقى بالراحه وانتوا بتحركوه. هنطلع ونحطه في الصينيه. ليه؟ علشان يحمر ينشف بقى يا بنات. بصي بيطلع ازاي بكل سهوله، جميل جدا، ولا بيلزق ولا فيه اي حاجه. بتطلعيه كده بعد ما قطعته وبرصه في الصينيه وبدخله الفرن تاني لغايه ما احس ان هو اتحمص، بقوم مطلعاه وخلاص. على كده بيتاكل بقى مع اي حاجه. بصوا بيطلع من الجناب من النص من اي حته، ما فيهوش اي حاجه خالص. ورجعت لكم تاني يا بنات. ده بسكوت اليانسون، دي النتيجه النهائيه بعد ما حطيته في الفرن ونشف. وكل ما هو قاعد بره اكتر بينشف اكتر. تقدري تشربيه مع كوبايه الشاي، تفطري بيه، تشربيه مع نسكافيه. روعه يا بنات، جربوه. زي ما قلت لكم انا ما بعملش الحاجه غير لما بكون عاملاها لاولادي ومجرباها 100 مره ومتاكده انه روعه. جربوه. ماشي، مش هوصيكم بالاشتراك في القناه وباللايك، مش هوصيكم بالدعاء لوالدي ولوالدتي ولزوجي ولاخواتي بالرحمه والمغفره. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.